وبيبدا المسلسل بسيونغ اللي بيكون عايش مع امه في بيت عباره عن اوضه وحمام. مراته اتطلقت وخدت بنتها منه من 3 سنين فاتوا علشان الفقر اللي هو فيه. امه بتقول له النهارده عيد ميلاد بنتك، خد هات لها فرخه وخليها تيجي تتعشى معانا. بيقول لها الفلوس دي يا دوب تجيب رجل الفرخه يا ماما، وبعدين انا لازم اجيب لها هديه. بتسيب له 2 جنيه كمان وبتمشي. بيروح جري على الفيزا كارد بتاعتها وهو بيروح يسحب منها مبلغ محترم. بيخش بالفلوس رهان خيل، بيخسر مره وبيكسب مرتين. بيروح ياخد فلوس الرهان اللي كسبه وهو بيسيب 10000 بقشيش للبنت. بيخرج بره هو وزميله، ومره واحده بيشوف الناس اللي ليهم عنده فلوس، بيفضل يجري منهم وهم بياخدوها جري وراه. ومره واحده هو بيجري بيخبط في ساي، بيقول لها حقك عليا ما كانش قصدي. هو بيكمل جري لحد ما بيمسكوه، بيقولوا له هات اللي عليك يا ابن الهرمه. بيقول له كبير انا كنت بدور عليك اصلا علشان اديك الفلوس، خد يا معلم المبلغ ده واخر الشهر هجيب لك الباقي. استنى كده. بيفضل يدور في جيبه لكن ما بيلاقيش فلوس. بيقول له ربنا الفلوس كانت معايا دلوقتي. بيديله كشاف على عينه، فبيفتكر انه خبط في ساي واكيد هي اللي سرقت منه الفلوس. وزعيم العصابه بيقول له ده انا هخليك عبره لاي حد يفكر يستلف مني فلوس. بيقول له استنى اقسم لك اخر الشهر هجيب لك الفلوس اللي ليك عندي كلها. بيقول له طب ابسم لي هنا بصبعك الجميل ده، اخر الشهر لو ما جبتش الفلوس اللي عليك هاخد عينيك وكليتك وقلبك، والنبي هات لي حته من السمانه يا اسطى بحبها قوي. بيقول له طب انا عايز حبر دلوقتي. بيقول له يا سلام. فبيخبطه في مناخيره بتجيب دم. بيقول له حبر طبيعي اهو ابصم. بيبصم وبيسيبه ويمشي، وما بيكونش معاه ولا فلس يجيب هديه لبنته. فبيرجع للبنت اللي اداها 10000 بقشيش وبيقول لها انا نسيت 10000 هنا، ممكن تديهمني بعد اذنك. بتدي له الفلوس وبيروح يجيب هديه لبنته، بيقضي معاها الليله وبيرجعها تاني لمامتها. وهو مروح على بيته وما بيلحقش المترو، فبيستنى اللي بعده. بيجي عليه الشخص ده وبيقول له ازيك. بيقول له زي الزفت. بيقول له تيجي تلعب لعبه معايا. بيرفع عليه سلاح وبيقول له عليا النعمه طالبه معايا سجاره دلوقتي، فكك مني خالص. بيقول له صدقني اللعب معايا ممتع. وبيفتح الشنطه اللي معاه. سيونج بيبص على الشنطه بيلاقي فيها فلوس وجوابات. بيقول له انت بتاع بريد ولا ايه؟ بس حلوه الفلوس دي. بيقول له الفلوس دي هتبقى ملكك لو لعبت معايا وكسبت. الظرفين دول هتسيب واحد على الارض وهتخبط الظرف الثاني عليه تقلبه، ولو كسبت ليك 100000 وان. بيقول له يا سلام سهله قوي دي. بيمسك الظرف بيخبطه على الظرف اللي في الارض ولكن ما بيتقلبش. بيقول له الدور عليا. بيمسك الظرف بيخبطه بيقلبه الناحيه الثانيه وبيكسب. بيقول له انا اللي كسبت وطبعا انت مش معاك فلوس. فبيخبطه قلم. بيقول له القلم ده بدل ال 100000 بتوعك. بيقول له لا انت تلعبني تاني. بيفضل يلعب معاه وبيخسر، وكل ما بيخسر الراجل بيلطشه لحد ما بيخلي وشه قد وش الكلب. سيونغ بيتعب فبيقرر يركز في اللعب. بيخبط الجواب في الثاني واخيرا بيقلب الجواب وبيكسب. بيشمر ايديه وبيقول له تعالى لي. بيقول له اجي فين استنى انت كسبت 100000 وان. بيقول له لعبني تاني. بيستمر في اللعب وما بيخسرش ولا مره لحد ما بيخلص له كل فلوسه. بيقول له طيب لو حبيت تلعب العاب زي دي وهتاخد فلوس مهوله اتصل بالرقم ده. هو بيسيبه ويمشي. بيروح لام سنغ بتاعه السمك وهو بيكون في منتهى السعاده. بيقول لها هاتي لي كيلو سمك مدخن يا خالتي، ولو ما كانش مدخن ولعي له سجاره. بتقول له لا النهارده مبسوط. انت سكران يالا؟ بيقول لها اصل الدنيا ضحكت لي النهارده. اعمل ايه الواد سنغ ابنك؟ الواد ده نفسيته كبرت من يوم ما راح الجامعه واشتغل، نسي اني انا اللي وظفته في المكان اللي هو فيه. عيل ابن جزمه صحيح. بتقول له تسلم يا ابني. بياخد منها السمك وبيسيبها وبيروح. وهو بياكل امه بتقول له مين اللي شلفط وشك كده؟ بيقول لها مفيش، وقعت على مناخيري وشي اتكسر. بتقول له سمعت اللي حصل؟ جوز طليقتك لقى شغل في امريكا وهياخد مراته وابنه وبنتك معاه. بينصدم وبيقول لها وانا في ايدي ايه اعمله؟ بتقول له في ايدك تظبط حالك وتلاقي شغل جديد. لو رفعت قضيه واثبتت انك قد مسؤوليه الطفله هياخدوا الطفله من امها ويدوها لها. هتفضل لحد امتى كده خايب وهو هتسيب بنتك تمشي؟ ما بيعرفش يرد عليها وبيروح ينام. بيفضل يقلب في صور بنته فبيجي في باله الكارت اللي اداهوله الشخص اللي كان معاه في محطه المترو. بيتصل بالرقم اللي على الكارت. بيرد عليه شخص بيقول له انا سيونغ اللي خدت منك الكارت على المحطه. بيقول له قول لي تاريخ ميلادك. بيدي له تاريخ ميلاده. بيقول له استناني بره بيتك. بيستناه. بتيجي عليها عربيه والسواق اللي فيها بيكون مقنع. بيقول له انت سيونغ؟ بيقول له بالظبط. بيقول له قول لي كلمه السر. بيقول له اشاره خضراء. بيركبوا العربيه وبيلاقي في ناس كتير معاه نايمه. بيقول له الظاهر ان الجماعه تعبانين. مره واحده بتهب عليه ريحه ما بيقدرش يقاومه وبينام مكانه. بيصحى من النوم بيلاقي هدومه متغيره ونايم على سريره وفرشه مش فرشته، واللبس اللي بيكون لابسه مكتوب عليه رقم 456. ولكن ما بيكونش هو لوحده في المكان يا صديقي، بيكون فيه غيره 455 شخص. الكل بيفوق وبينزل على الارض ومحدش بيكون فاهم ايه اللي بيحصل. سيونغ بيلاقي الراجل الكبير ده بيقول له انت بتعمل ايه هنا يا عمهم؟ انت مكانك الحقيقي التراب. مره واحده بيلاقي في خناقه بين ساي والبلطجي جانغ. بيخبطها وبيقول لها بتغدري بيا يا واطيه؟ بعد ما علمتك السرقه والبلطجه تغدري بيا؟ والرجاله كلهم واقفين بيتفرجوا عليه وهو بيضربها. يا مكان ما فيك راجل. ولكن سيونغ الدكر الوحيد اللي بيتدخل وبينزل برضه تلطيش في ساي. بيقول لها فلوس اللي سرقتيها مني يا بنت الهرمه. في الوقت ده بيخش عليهم الحرس، وقائد الحرس بيقول لهم انا برحب بكم ترحيب بالحليب. انتوا هتفضلوا معانا هنا 6 ايام، كل يوم في لعبه تختلف عن اللعبه اللي قبلها، واللي هيكملوا الالعاب معانا للنهايه هيكون له جايزه محترمه هتعيشه ملك الباقي من حياته وحياه احفاده. واحد منهم بيقول له احنا ازاي نثق فيكم بعد ما خدتوا تليفوناتنا ومحافظنا؟ بيقول له هنرجع لكم كل حاجتكم لما تنتهي الالعاب. واحده تاني بتقول له ليه لابسين الاقنعه دي؟ بيقول لها قواعد اللعبه ممنوع فريق العمل يكشف هويته او شكله قدام اي لاعب. سيونغ بيقول له انتوا استدرجتونا وخطفتونا وكل ده مش قانوني، هنا سبب واحد يخلينا نثق في واحد زيك. بيقول له انت اللاعب 218 شو سانغ، خبطت كتير في الدنيا، فتحت مشاريع وحاولت تكسب وفي كل مره كنت بتخسر. اجمالي خسارتك 650 مليون وان. اللاعب 332 جون غوين مديون ب 880 مليون وان. وبيبدا يعرض ازماتهم واحد ورا الثاني، وكل مشاكلهم بتكون ديون وفلوس، ولو فضلوا الباقي من حياتهم يشتغلوا مش هيجمعوا ربعها. عايزين ترجعوا لحياتكم الضايعه مفيش اي مشاكل. سيونغ بيقول له سؤال بس يا برنس، هي كام قيمه الجايزه؟ بينزل لهم حصاله كبيره لكن بتكون فاضيه. بيقول لهم هتعرفوا المبلغ بعد ما تخلص اول لعبه، ولو مستعدين للعب اتفضلوا امضوا العقود. بيبداوا يمضوا العقود اللي بيكون فيها 3 بنود بس. اول بند ممنوع اي لاعب يوقف اللعب مهما حصل هي واللعبه شغاله. بند رقم 2 اللاعب اللي هيرفض اللعبه هيخسر. بند رقم 3 تقف الالعاب وكل واحد يروح بيته اذا كان ده راي الاغلبيه. سيونغ بيكون متردد ولكن بيلاقي
الناس كلها بتمضي. بيقول هي جت عليا وبيمضي زيهم. بيدخلوهم علشان يصوروهم وبيجي الدور على سيونغ. الجهاز بيقول له اضحك يا روش فبيضحك للجهاز. الصور دي كلها بتظهر بارقامهم عند القائد الاعلى. تاني يوم بيبداوا يتحركوا كلهم وبيجي تليفون للقائد الاعلى بيقول احنا مستعدين لاول لعبه. العرض الاول هيبدا حالا. اللعيبه كلهم بيخرجوا على ارضيه الملعب والابواب بتتقفل عليهم. كلهم بيسمعوا قواعد اللعبه واللي هي اشاره حمراء اشاره خضراء. بمجرد ما العروسه دي تلف وتقول اشاره حمراء واشاره خضراء الكل بيمشي لقدام. بمجرد ما العروسه تلف تاني اللاعب اللي هتلمحه بيتحرك هيبقى خسران. قدامهم 5 دقايق واللي مش هيعدي الخط هيخسر. الواد ده بيقول لصاحبه تراهني يعدي الخط قبلك. بيقول له اراهنك على مليون وان. وبتبدا اللعبه. وبمجرد ما العروسه بتلف على الشجره كلهم بيبداوا يتحركوا لقدام. بترجع تلف تاني على اللعيبه فبتلمح واحد منهم بيتحرك. كلهم بيسمعوا صوت الطلقه واللاعب بيقع مكانه. العروسه بترجع تلف تاني على الشجره كلهم بيبداوا يتحركوا لقدام. صاحبه بيقول له انت خسرت يا ابن الهرمه. ومره واحده بيلاقي الدم نطر من بقه بينصدم وبياخدها جري لورا. العروسه بتشوفه بيتحرك فبتخبطه هو كمان. الكل بينصدم وبيحصل هلع في المكان وكله بيرجع يجري ناحيه الابواب. العروسه دي بتكون عليها مستشعر الكتروني وحواليها الاسلحه بترص فيهم من كل اتجاه. بتنزل رص فيهم وناس كتير جدا بتموت ولكن الناس الاذكياء بيكونوا واقفين في اماكنهم بثبات. العروسه بتخلص على كل اللي بيتحركوا وبترجع تلف تاني ناحيه الشجره. ورغم انها بتلف ناحيه الشجره محدش بيكون عنده الجرأه يتحرك الا عم شكشك. كل ما العروسه تلف بيفضل يمشي لقدام. كل اللي وراه بيبداوا يقلدوه والقائد قاعد تحت التكييف بالكاس ومستمتع. وسيونغ بيكون في جثه فوقيه ومش قادر يتحرك. ونص الوقت بيعدي وما بيكونش في حد وصل الخط. سانغ بيقول لسيونغ اسمع انت لازم تتحرك مفيش وقت قدامنا. العروسه دي فيها مستشعر الكتروني بمجرد ما تلف على الشجره لازم تتحرك فورا واوعى تلمحك بتتحرك. وفعلا كلهم بيتحركوا لما العروسه بتلف على الشجره ولكن فيهم اللي بيغلط لما العروسه بترجع تلف تاني والغلط بيكون مرفوض يا صديقي. واحد بيصف رجله بيقول لسيونغ ابوس ايدك ساعدني. بيقول له ساعد مين اوعى مش ناقصه غتاتة امك. هو بيفضل مركز في اللعب والقائد بيكون قاعد مستمتع وهو بيشغل اغنيه احنا في زمن الوحوش. في الوقت ده ناس كتير بيعدوا الخط ولكن سيونغ بيكون لسه بره والوقت ما بيكونش في صالحه خالص. فبيقرر يسرع خطوته شويه ولكن بيدوس على ايد الجثه دي وبيكون خلاص هيقع ولكن في ايد بتمسكه بتكون ايد علي. هند يا صديقي ورايا ولاد الهرمه. العروسه بتلف على الشجره وبتكون دي اخر لفه ما بيكونش فاضل غير ثانيتين. وفي اخر ثانيه سيونغ بيخرج هو وعلي مره واحده. بيخلص الوقت والعروسه بتخلص على كل اللي بره الخط. كلهم بيكونوا في منتهى الارهاق ومحدش فيهم بيكون مستوعب ايه اللي بيحصل. بيتقفل عليهم الاستاد وبيكونوا اصلا موجودين على جزيره وهم ما يعرفوش. بيرجعوا تاني العنبر بتاعهم ومحدش فيهم بيكون مستوعب اللي حصل. وسيونغ وسانغ وعم شكشك بيقعدوا جنب بعض. في الوقت ده بيخش عليهم الحرس والقائد بيقول لهم مبروك على مكسب اللعبه الاولى. خلينا اعرض لكم احصائيات الجوله. من 456 شخص اللي خسروا 255 شخص وفاضل 201. بتيجي عليه هان بتقول له ابوس ايديكم مشوني انا لسه مخلفه وابني عايز يرضع. والتانيه كمان بتقول له ابني عايز يرضع. المهم كلهم بيفتكروا الرضاعه. بيقول لهم طيب دي مجرد لعبه وانتوا عندكم حريه الاختيار تكملوا وتمشوا بمبلغ محترم ما كنتوش تحلموا بيه. بيقولوا له لا احنا عايزين نمشي. بيقول لهم بند رقم 2 بيقول ان اللاعب اللي هيوقف اللعبه هيخسر. هو الخساره يعني الموت يا صديقي. سانغ بيقول له البند رقم 3 بيقول لو الاغلبيه قالت نمشي هنمشي. بيقول له بالظبط كده بس قبل ما نبدا التصويت خلينا اعرض لكم الجايزه بعد اول لعبه. بتنزل الحصاله وبتبدا تنزل فيها الفلوس. كلهم بيقفوا في ثبات وعينيهم بتكون على الحصاله يعني ربع الفلوس اللي بتنزل دي هتحل كل مشاكلهم. الفلوس بتملى نص الحصاله. بيقول لهم دول 25 مليار وان بتاعه اللعيبه اللي ماتوا. كل لاعب بكله مليار وان. لو انتم مشيتوا الفلوس دي هترجع لاهالي اللعيبه اللي ماتوا وانتوا بقى تروحوا زي ما جيتوا. هم بتقول له استنى يا باشا انا نسيت اقول لك اني سايبه ابني مع اختي وهي اللي هترضعه. هقول لك حاجه انا ما بخلفش اصلا. بيقول لهم احنا هنبدا التصويت واللي عايز يكمل هيدوس على الزر الاخضر واللي عايز يمشي هيدوس على الزر الاحمر. بيبداوا التصويت وكلهم بيكونوا مترددين يمشوا ولا يكملوا بعد ما شافوا الفلوس اللي في الحصاله. منهم ناس كتير بتكمل وناس كتير بترفض لحد ما بيبقوا 100 قصاد 100 وبيكون الفاصل ما بينهم عم شكشك. بيفضل واقف مكانه متردد. اللي عايز يمشي بيكون حاطط ايده على قلبه وخايف يكمل واللي بيكون عايز يكمل بيكون حاطط ايده على قلبه لا يرفض يكمل. سيونغ بيكون خايف ومرعوب لان لما اتكلم معاه كان قايل له ان عنده ورم في دماغه فكده كده ميت ولكن عم شكشك بيعكس كل التوقعات وبيرفض يكمل. الناس اللي عايزه تكمل بتتضايق وبيفضلوا يزعقوا للقائد. بيقول لهم اهدوا بعد ما تمشوا هنبعت لكم تاني لو حابين ترجعوا ارجعوا وهنكمل. وفعلا بيرجعوهم وبينزلوا سيونغ وسايفه مكان واحد بيفكها وبتكون هتسيبه وتمشي. بيقول لها رايحه فين فكيني. بتقول له بعد ما فكك تقول لي هاتي فلوسي. بيقول لها لا مش هيحصل. بتقول له ايه اللي خليني اثق فيه. بيقول لها عليا الطلاق ما هيحصل. بتفكه. بيقول لها انا اصلا مطلق هاتي فلوسي يا بنت الهرمه ولكن رجليه بتكون مربوطه ما بيقدرش يتحرك فبتسيبه وتمشي. بعدها بياخد بعضه وبيروح على اسم الشرطه يبلغ عن منظمه الالعاب. بياخدوا منه الكارت وبيتصلوا بالرقم الموجود عليه. بترد عليهم واحده ست بتهزقهم. بيسيبهم ويمشي. في الوقت ده بيخش عليهم الضابط هوانغ وبيشوف الكارت موجود على المكتب. وسيونغ بيروح البيت ما بيلاقيش امه. بيتصلوا بيه في المستشفى وبيروح لهم جري. الدكتور بيقول له امك تعبانه جدا من ضغط الشغل ولازم تفضل محجوزه في المستشفى لحد ما تخف. بالليل امه بتسيب المستشفى وتمشي. بيقول لها استني يا اما انت رايحه فين. بتقول له انا لازم ارجع الشغل. بيقول لها شغل مين الدكتور قال ما ينفعش. بتقول له هندفع منين ايجار البيت ولو فضلت في المستشفى هنجيب منين حساب المستشفى. سيبني يا ابني خليني اشوف شغلي. وبتسيبه وتمشي. وباقي اللعيبه كل واحد بيرجع لحياته الطبيعيه اللي بيكون جحيم في الحقيقه. اللي عليه ديون وبيهرب من الناس اللي مديناه. وعلي بيروح لمديره في الشغل بيطالب بحقه ولكن المدير بيقول له مالكش حاجه عندي. بيتخانق معاه فبيحط له ايده في المكنه وبيسيبه ويهرب. وسانغ بيفضل هربان من الناس اللي مديناه فبيروح الام في محل السمك. وكل يوم حياه كل واحد فيهم بتزيد سوء عن اليوم اللي قبله. في الوقت ده سيانغ بيروح لطليقته وبيقول له طليقته انا محتاج فلوس علشان عايز اعمل عمليه لامي. بتقول له انا هجيب لك فلوس منين. اتفضل امشي ويا ريت ما تجيش هنا تاني. بيسيبها ويمشي وجوزها وبنته بيجوا من بره. بيسلم على بنته وبيمشي. جوزها بيخرج وراه وبيقول له انا عارف انك عايز فلوس. بيدي له ظرف مليان فلوس. بيقول له انا مش عارف اشكرك ازاي ولكن في اقرب وقت هردهم لك. بيقول له انا مش عايزهم ويا ريت ما توريناش وشك هنا تاني.
مستنيه، فبيضربه بالفلوس وبيسيبه ويمشي. بيوصل البيت بيلاقي الظابط هوانغ مستنيه، بيقول له انت جيت قدمت بلاغ في القسم وكان معاك الكارت ده. الكارت ده زمان ظهر في ايد اخويا ومن ساعتها ما اعرفش حاجه عنه، ابوس ايدك ساعدني علشان الاقيه. بيقول له ساعد مين؟ انا محتاج اللي يساعدني. هو بيسيبه وبيخش جوه، بمجرد ما بيخش جوه بيلاقي فيه كارت جديد، بيستسلم للامر الواقع وبيقرر يرجع تاني. مش هو وبس يا صديقي، هو وكل اللي كانوا في المسابقه بيقرروا يرجعوا تاني. في الوقت ده الظابط بيكون مراقبهم وبيقول للقائد بتاعه انا مش جاي الشغل النهارده، انا رايح مهمه ولما ارجع هكلمك. العربيات كلها بتتجمع في السفينه وهو بيخش معاهم. الحرس بينزلوا من العربيات وبيروحوا يريحوا في اماكنهم. في حارس واحد بس بيفضل يلف على اللعيبه علشان يطمن انهم نايمين. الظابط بيكون موجود وسط اللعيبه وبمجرد ما الحارس بيقرب منه بينزل فيه تخبيط يمين في شمال لحد ما بيكسر عظمه. بياخد البدله بتاعته وبيلبسها وبيشيل جثته ويرميها في الميه. في الوقت ده قائد الحرس بيشوفه بيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ بيقول له حسيت اني دايخ فقلت اريح شويه. بيقول له انجز كمل شغلك. بيسمع كلامه واخيرا بيوصلوا الجزيره. بيدخلوهم في صاله كبيره وبيبداوا يغيروا لهم هدومهم وبيلبسوهم اللبس المخصص بارقامهم. بيرجعوهم تاني العنبر وسيونغ بيفوق من النوم. بيروح لعم شكشك وبيقول له انت برضه رجعت هنا تاني؟ بيقول له ما انا قلت لك على اللي فيها يا ابني، انا كده كده ميت. بيقول له موت في بيتكم يا عم. بيجي علي وسانغ بيسلموا على بعض وسيونغ بيقول لهم احنا هنفضل فريق واحد. سانغ بيقول له عندك حق، احنا مش عارفين ايه اللعبه الجايه، فالافضل ان احنا نكون فريق واحد، ما حدش هيخاف علينا اكتر ما هنخاف على بعض. وقائد الحرس بيروح للقائد الاعلى بيقول له رجعوا 187 من 201 لاعب. بيقول له عرفوا لي تحركات اللعيبه اللي ما رجعتش. وبالليل الكل بينام وهم بتروح للحرس بتقول لهم انا عايز اروح الحمام. بيقول لها ممنوع. بتقول له بقول لك يا حمار عايز اعمل زي الناس. سي بتروح عليهم وبتقول لهم انا من ضمن الناس، ولكن هم ما بتكونش عايزه تعمل حمام. دي بتكون مخبيه العلبه دي في الامان. بتفك العلبه دي بيكون فيها علبه سجاير وولعها. الله يخرب بيتك عملتيها ازاي دي؟ بتولع سيجاره وسام بتخش في التكييف وبتروح تشوف الحرس وهم بيحضروا للعبه الجديده. بتشوفهم وهم بيدوبوا السكر على النار. بتقول في بالها هم بيجهزوا للعبه ولا بيعملوا سكر وليمون وات ايفر. المهم بيرجعوا تاني العنبر وتاني يوم بينزلوا لهم الفطار. بيخلصوا فطار وبتكون اللعبه الثانيه جاهزه. بيخرجوهم على ارضيه الملعب اللي بتكون اطفالي قوي. سيونغ بيقول لهم شمسيه ونجمه ودايره ومثلث، يا ترى ايه هي اللعبه دي؟ سيونغ بيفكر وبيعرف ايه هي اللعبه لانه كان يلعبها كتير وهو صغير، ولكن بيخاف يقول لهم لا تكون اللعبه غلط. الحرس بيدوهم التعليمات وبيقول لهم كل واحد يقف في صف الشكل اللي هو عايزه. سيونغ بيقول لهم احنا هنتعامل كفريق ونقف في صف واحد. سانغ بيقول له غلط، في مثل بيقول ما تحطش البيت كله في سبت واحد، واحنا ما نعرفش اللعبه دي ايه، جايز يكون خطر كبير وكلنا نموت، فخلي كل واحد فينا يختار شكل مختلف عن التاني. انا هختار مثلث، وعلي بيقول انا هختار دايره، وسيونغ الغبي بيقول انا هختار شمسيه لانه ما بيحب الشماسي، وعم شكشك بيختار النجمه. وفعلا كل واحد بيروح عند شباك الشكل اللي عايزه بيسلمهم كل واحد علبه مقفوله. الكل بيستلم واغلبهم بينصدم لان مطلوب منهم يخرجوا الشكل اللي في النص. اللي خد دايره مجبر انه يطلع دايره زي ما هي، زي ما هو دايره يطلع دايره ما يتكسرش، والمثلث يطلع مثلث اسهل، والنجمه تطلع نجمه اصعب شويه، والشمسيه تطلع زي ما هي شمسيه، وده طبعا مستحيل. وسيونغ الغالي بيكون مختار شمسيه. خلي امك تنفعك يا سيونغ اخويا. بيكون قدامهم 10 دقايق ويخرجوا الشكل، ولازم الشكل يطلع سليم زي ما هو، واللاعب اللي هيكسر الشكل هيكسره دماغه نصين. الكل بيكون مركز في اللعبه وسيونغ بيكون مكمبر ومركز قوي. القائد بيتفرج عليهم وهو بيكون مستمتع باللي بيحصل، وهوبا الشمسيه بتتكسر. لا مش سيونغ يا صديقي، ده واحد تاني معاه نفس الشكل. الحارس ما بيسميش عليه وبيخبطه طلقه. الكل بيترعب وفيهم اللي ما بيقدرش يسيطر على نفسه وبيكسر الشكل من غير ما يقصد، وطبعا بتكون جزاته الكسر لا محاله، واللي بيموت صورته بتختفي من تحت رجلين القائد الاعلى. وهم بنت اللعيبه طبعا بيكون معاها ولاعه بتسخن الابره وبتسيح بيها الحلاوه، ويا حلاوه. في الوقت ده الدكتور بيخرج الشكل وبيكسب، وكمان ساي بتكسب، وعلي بيكسب، وسانغ بيكسب، وسيونغ قاعد مكمبر مكانه. اتعدل يا ابني علشان تعرف تفكر، ولا انت ماشي بمثل اديها هات تديك طراوه. ما بيكونش فاضل وقت كتير وسيونغ وشه بيورم من الكمبير. تفتكر انه هيموت يا صديقي؟ لا والله، مره واحده بتيجي فكره في دماغه، اخيرا ربنا بيكرمه ويتعدل وبيرفع قرص الحلاوه ناحيه الشمس، وبيشوف الشكل اصلا مفصول ومش محتاج كتير علشان يدوب ويخرج الشكل سليم. فبيطلع لسانه وبينزل لحس في القرص، وهم بتطلع النجمه وبتكسب. بتدي الولاعه للبلطجي جانج علشان يسيح الشكل بتاعه ويكسب، وسيونغ لسه بيلحس وكل اللي حواليه بيقلدوا، وعم شكشك بيخرج الشكل ويكسب، وسيونغ ما بيكونش قدامه غير 3 ثواني ويخسر. تفتكر انه هيموت يا صديقي؟ لا والله، في الثواني الاخيره هو الوحيد اللي بيخرج شكل الشمسيه وبيكسب. الوقت بينتهي وكل اللي ما خلصش اكيد هيتقتل. الشخص ده بيكون خلاص هيقتلوه، ولكن قبل ما يقتلوه بيهجم على الحارس وبيرفع عليه سلاح. الحرس كلهم بيتلموا عليه، النص بيفضلوا موجهين عليه السلاح والنص الثاني بيلفوا على اللعيبه اللي خسرت وبينزلوا ضرب فيهم لحد ما بيخلصوا عليهم بالكامل. الشخص اللي مثبت قائد الحرس بيقول له اقلع القناع، بيقلع القناع وبيلف له الناحيه الثانيه. اللاعب بيكون عارف انه كده كده هيموت فبيضرب نفسه بطلقه. القائد الاعلى بيشوف الكلام ده فبينزل لهم، واول حاجه بيعملها بيقتل قائد الحرس. هو بيقول لهم افتكروا ان اي حد فيكم هيكشف وشه هيتقتل. وسيونغ وعم شكشك بيخرجوا وبيروحوا لعلي وسانغ، بيقول لهم انا اسف كان المفروض نكون فريق واحد. سيونغ بيقول له عيب عليك، ده انا سيونغ هونغ كونغ كوخ ومختار كوكلي يشهد لي بكده. في الوقت ده فلوس اللعبه اللي فاتت بتنزل في الحصاله، والمبلغ الاجمالي بيكون 34 مليار و800 مليون. اللهم لا اعتراض. بعدها بينزل العشاء اللي بيكون عباره عن بيضه وازازه 7. البغل جانغ ما بيعجبهوش، فهم بتهون عليه وبتقول له هنلف ناخد تاني، وفعلا بيلف هو والعصابه بتاعته وبياخدوا اكل تاني. الاكل بيخلص وبيكون في 5 اشخاص ما خدوش. الشخص ده بيقول للحارس فين الاكل بتاعنا؟ بيقول له احنا منزلين الاكل على عدد اللعيبه. الست دي بتقول لهم العصابه دول اللي خدوا اكلنا. صاحبنا ده بيعمل حمش فيها وبيجري علشان ياخد الازازه من جانغ، ولكن ما بيعرفش والازازه بتقع منهم على الارض بتتكسر. جانغ بيغضب، ده بينزل فيه في احتراق من لحد ما بيكسر عظمه وبيسيبه وبيروح يكمل الباقي اللي في الازازه. سانغ بيروح يشوف الراجل ليه ما بيتحركش، هو بيقول لسيونغ ده مات. سيونغ بيجري على الحرس وبيقول لهم في واحد مات، ولكن ما حدش بيرد عليه. بيفضل يصرخ قدام الكاميرا وبيقول لهم ده مش عدل، ازاي تسكتوا على القتل في المكان اللي بننام فيه؟ بيكونوا فاضلين
فاضلين 108 لاعب بيبقوا 107، وبتنزل فلوس الشخص اللي مات في الحصاله. وبكده الكل عارف ان القتل مسموح في قلب العنبر، والحرس بيحرقوا جثث الناس اللي ماتت في اللعبه، والظابط بياخد قناع قائد الحرس اللي مات وبيلبسه. بيكون فاضل نص ساعه والكل ينام، ولكن هيجي منين النوم يا صديقي بعد اللي حصل؟ كل واحد بيكون خايف للتاني يجي يقتله وهو نايم. وسيونغ بيكون متجمع مع زمايله، هو بيقول لعم شكشك قوم، انا مش قلت لك مكانك في المقابر؟ فوق يابا الليله جحيم. كل واحد بيكون متجمع مع الفريق اللي يعرفه، هيلا سايب بتكون قاعده لوحدها. سيونغ بيروح لها وهو بيقول لها ما تقعديش لوحدك وخلي بالك من نفسك، النهارده ممكن الكل يقطع في بعضه. وفعلا بيجي وقت النوم والقائد الاعلى بيفصل النور وبيفضل مراقب تحركات اللعيبه، واول واحد بيتحرك هو البلطجي جانغ. بيروح للبنت اللي فتنت عليه انه سرق الاكل وبيغتغتها، صراخها بيهز العنبر، ومره واحده بيحصل هرج ومرج وعم فرج خرج اتحرج. والقائد الاعلى بيقول للحارس ارفع السكينه، بيرفع السكينه وبتبدا السراير تتقلب من اماكنها علشان الكل ينزل على الارض وياكلوا في بعضهم. شوف الغل يا اخي. والبلطجي بيمسك ساي وبينزل فيها تخبيط، ولكن مفيش كلب بيقدر على قطه يا صديقي. البت بتخربشه وبتبعده عنها، ولكن ابن الهرمه ما بيسيبهاش، هو بيكمل تخبيط فيها، واللي بينقذها في اللحظات الاخيره منه سيونغ. بيرميها على الارض وبيسيبه وبيروح يدور على عم شكشك، ولكن الراجل بيكون فص ملح وداب. والبنت دي بتجري على الباب، بيجي واحد عليها وبينزل تخبيط في دماغها، ومره واحده بيظهر عم شكشك في اعلى مكان في العنبر وبينده بصوت عالي قدام الكاميرا، بيقول لهم كفايه كده، لا انتوا هتستفادوا ولا احنا هنستفاد حاجه، لو استمرتوا بالشكل ده الكل هيموت ومش هتلاقوا لعيبه يخلصوا الالعاب الجايه. القائد الاعلى بيسمع كلامه وبيقول له الحرس كفايه، روحوا وقفوا اللي بيحصل. وفعلا الحرس بيشغلوا النور وبيخشوا العنبر اللي بيكون عباره عن مسبح دم، بيبداوا يندهوا اسامي اللعيبه اللي ماتوا وبينزلوا فلوسهم في الحصاله. الحرس بيلموا الجثث وسيونغ بيتجمع تاني مع زمايله، بيقول لهم كويس ان محدش فينا حصل له حاجه، وبيقول لعم شكشك انت طلعت خطير، ازاي طلعت فوق يا راجل يا قرد؟ ما بيقدرش يرد عليه، بيقول له خلاص ما تتكلمش، عندك حق اللي حصل يخض. وجانغ كمان بيتجمع مع فريقه، وهم بتقول له كنت وحش من شويه، بيقول لها مش المفروض ليا مكافاه؟ بتقول له اكيد هكافئك، انا هروح الحمام، وهو كمان بيروح الحمام وبيحصل كلام غير الكلام يا صديقي. المهم بيديها المكافاه، وتاني يوم بتبدا اللعبه الثالثه، بيرحبوا باللعيبه وبيقولوا لهم تعليمات اللعبه، بيقولوا لهم لازم تكونوا فريق مكون من 10 اشخاص، قدامكم 10 دقايق وتكونوا جاهزين. وسيونغ بيقول له سانغ احنا 5 عايزين 5 لعيبه كمان، بيقولوا المشكله ان احنا معانا علي صوابعه مقطوعه وساي بنت مش هتفيدنا بحاجه، وعم شكشك ممكن يموت قبل ما نخش اللعبه اصلا، بالعربي كده هنبقى فريق ضعيف وجايز اللعبه تكون محتاجه قوه. بيقولوا يا عم دي العاب اطفال والبنات بتكون اذكيه فيها، بيقولوا متهيألك الرجاله اقوى واذكى، عموما خلينا نتفرق وكل واحد فينا يجيب واحد، وانت يا علي داري ايدك. وفعلا بيتفرقوا، علي بيجيب واحد وعم شكشك ما بيعرفش يجيب حد، وساي بتروح للبت الفرفوره دي علشان صعبت عليها مش اكتر. بيرجعوا يتجمعوا تاني ولكن بيكونوا 9 اشخاص، منهم بنتين وراجل عجوز وعلي ابو 3 صوابع، يعني تقريبا ده اضعف فريق موجود. سيونغ بيقول لهم احنا محتاجين واحد كمان. في الوقت ده هم بتروح لجانغ بتقول له حبيبي احنا هنبقى فريق واحد واكيد هنكسب، بيقول لها لا انا فريق مكتمل. بتقول له اللي حصل ما بيننا في الحمام، بيقول لها فتحنا عليه السيفون واتبلع، دي حياه او موت يا ماما. بتقول له انا وعدتك لو سبتني هقتلك، بيضربها وبيسيبها ويمشي. بتروح لفريق سيونغ بتقول لهم خدوني معاكم واضمن لكم المكسب، بعد اللي حصل في الحمام ما اعتقدش يهان. بينتهي الوقت وما بيكونش قدامهم حل غير انهم ياخدوها، بيخشوا صاله اللعبه وبيقفوا قدام يافط مرقمه من 1 ل 8. الحارس بيقول لهم يا ميت ويلكم، لعبه النهارده هي شد الحبل. سيونغ وزمايله بينصدموا لانهم اضعف فريق في اللعبه. الحارس بيكمل كلامه وبيقول لهم ارقامكم هنا ملخبطه، الرقمين اللي هيسحبهم هيقابلوا بعض. بيسحب ورقه وبيقول فريق رقم 1 يقع، وده بيكون اقوى فريق جانغ. بيسحب رقم تاني بيطلع 7، بيكون فريق ضعيف جدا. بيقول لهم اول جوله فريق رقم 1 وفريق رقم 7 بيطلعوا فوق واللعيبه بيكونوا مستعدين تماما. الحارس بيضرب طلقه وبتبدا الجوله، وطبعا فريق جانغ بيكون كله على الجول، بيتعبوهم شويه ولكن بيسحبوهم بالقوه وبيوقعوهم لتحت، والكل بيكون في منتهى الرعب من اللي هيشوفه. الفريق الخسران بيقع لتحت ويسلم على اللي قبلك هناك. الحارس بيسحب رقم جديد وهو رقم 5 فريق سيونغ ضد فريق رقم 4 اللي بيكون كله رجاله. وسيونغ وزمايله بينصدموا لان مفيش عندهم امل 1% يكسبوا، وهم طالعين فوق عم شكشك بيقول لهم لازم تهدوا، لعبه شد الحبل ما بتعتمدش خالص على القوه، اللعبه بتعتمد على الذكاء. واحد منهم بيقول له نقطنا بسكاتك يا كلكوح انت. سيونغ بيقول لهم سيبونا نسمع مش هنخسر حاجه. بيكمل كلامه عم شكشك وبيقول لهم القائد بتاعنا لازم يكون اقوى واذكى واحد فينا، ولازم يوجهنا كلنا صح ونتعامل كلنا كفريق واحد بعقل واحد علشان نكسب. الفريق لازم يكون منظم وكلنا هنكون خطوه واحده، هنكون حوالين الحبل واحد يمين وواحد شمال، نثبت الحبل في نص جسمنا علشان نستغل قوه جسمنا بالكامل. والاهم من كل ده اول 10 ثواني نميل جسمنا كلنا لورا وما نتحركش من اماكننا. الخصم هيبدا يشد واحنا على وضعنا لحد ما يبداوا يفقدوا الامل. القائد بتاعنا بمجرد ما يشوف القائد بتاعه متشتت هيدينا الاشاره ونبدا نشد، وفعلا يا صديقي سيونغ بيديهم الاشاره وبيبداوا يسحبوهم وخطتهم بتبدا تنجح، وبيكونوا خلاص هينزلوهم ويكسبوا، ولكن القائد بتاعهم بيكون عنيد وبيقول لفريقه شدوا الحبل ما تستسلموش، وفعلا بيبداوا يشدوا بكل قوه، وفريق سيونغ بيبدا يتلخبط، ما بيكونش قدامهم خطوات كتير ويخسروا الجوله. تفتكر ان ده هيحصل؟ قولها معاه يا صديقي. لا والله. سانغ بيقول لهم اتقدموا 3 خطوات لقدام، الفريق المنافس هيقع ونسحبهم بسهوله. هم بتقول له انت اتجننت، مستحيل طبعا نتقدم، ولكن سيونغ بيقول لهم خلينا نجرب، وفعلا بيتقدموا 3 خطوات، الفريق المنافس بيقع على الارض وفريق سيونغ بيبداوا يشدوا الحبل، وبرغم ضعفهم بيجرجروهم زي السحالي، وبكل قوه واصرار فريق سيونغ بينهي المشوار، بيوقعوهم لتحت والسكينه بتنزل على الحبل بتنهي الحوار، وفريق سيونغ كلهم بيقعوا على الارض ومحدش فيهم بيكون مصدق، كلهم بيكونوا في منتهى الدهشه. بيرجعوا تاني العنبر وبيجي وقت النوم، والحرس بيلموا الجثث وبيخلوا اللاعب اللي هو الدكتور يشرح لهم الجثث، وبتيجي سفينه تشتري منهم الاعضاء بيخرجوها من نفق طوارئ، وكل ده بيحصل من ورا القائد الاعلى، والظابط بيكون وسطهم وبينزل مع الحارس ده النفق
علشان يبيعوا الاعضاء، وهم نازلين بيرفع عليه سلاح بيثبته مكانه. بيقول له اقلع القناع. قول لي بقى ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ عايز اعرف اسماء اللعيبه بالكامل اللي ماتوا واللي لسه عايشين. بيقول له الاسماء احنا ما نعرفش عنها حاجه، كل اللي انت عايزه هتلاقيه في مكتب القائد الاعلى. بياخد اللي عايزه منه وبيخبطه طلقه وبيسيبه في الميه، والقائد بيعرف ان في حرس بيتاجر في الاعضاء بيقتلهم، والظابط بيكون لابس رقم 29 ورقم 29 كان بيتاجر معاهم. القائد الاعلى بيقلب الدنيا عليه ولكن مش بيلاقيه، فص ملح وده. والظابط بيكون وصل للملفات وبيفضل يدور وسط اسامي اللعيبه ولكن ما بيلاقيش اسم اخوه. بيمسك دفتر فيه اسامي اللعيبه اللي من 2015 بيلاقي اسم اخوه موجود وسطهم. بيروح ناحيه الرف اللي فيه الملفات بيفضل يدور لحد ما بيلاقي بيانات اخوه بالكامل. ايوه هو ده اخوها صديقي. بيصور كل الملفات الموجوده وبيكون وسط الملفات دي اسماء الناس اللي مصممه اللعبه، بيصور مصايبهم بالكامل ودي بتكون ادله هتوديهم في 60,000 داهيه. مره واحده التليفون بيرن بيكون خلاص هيرد ولكن القائد الاعلى بيحضر والظابط بيجري يستخبى منه وبيفضل يسمع المكالمه اللي بيقول فيها ما حصلش حاجه، دي كانت مشكله بسيطه وانا حلتها، وقبل ما تيجي الشخصيات المهمه هكون محيط اثرها بالكامل، مفيش اي مشاكل والالعاب هتتم في مواعيدها. وعم شكشك بيسخن بالليل بس يونغ بيعمل له كمادات وسي بتساعده، ولكن الحرس بيخش عليهم وبيقلبوا العنبر على الظابط. بيروح العم شكشك يونغ بيقول لهم سيبوه في حاله ده تعبان، وعم شكشك بيفضل متبت في الغطا ولكن بيشدوا عنه البطانيه بالعافيه، بيلاقوها عاملها على روحه. بيفضل واقف في العنبر هو بيكون في نص هدومه ولكن سيونغ بيقلع الجاكيت وبيربطه له في وسطه. بتبدا ترتيبات اللعبه الرابعه وبيدوهم التعليمات، بيقولوا لهم كل شخص ينضم للشخص الثاني وهم الاثنين يبقوا فريق واحد، قدامكم 10 دقايق وكل واحد يتجمع مع الثاني. فريق سيونغ بيفضلوا يفكروا مين هيروح مع مين وكل واحد فيهم عايز الاقوى يكون معاه. هم بتفضل تترجى اللعيبه وبتقول لهم خدوني معاكم انا بعرف اعمل كل حاجه، هو كمان بطلع سجاير من اماكن غريبه ولكن ما حدش بيرضى ياخدها معاه. وسانغ بيبيع صاحبه سيونغ وبيختار ياخد علي. علي بيبص لسيونغ بيقول له لا يا برنس انتوا الاثنين فريق جامد انا هشوف حد تاني. والبت الفرفوره دي بتقول لساي انا هروح معاكي هسمع كلامك في اللي هتقوليه ومستعده اموت علشان نكسب. بتقول لها ليه عايزه تيجي معايا؟ بتقول لها لانك انت ما سبتنيش لوحدي وانقذتني من الموت كذا مره. وسيونغ بيصعب عليه عم شكشك بس بيكون واثق انه لو خدوا هيموتوا هما الاثنين لانه مش ضامن ايه اللعبه الجايه. عم شكشك بيحس ان مفيش حد عايزه فبيقول له روح شوف حد قوي ما تفكرش كتير يا ابني، وفعلا بيسيبه ويمشي. والواد ده بيروح له بيقول له انا وانت هنبقى فريق جامد وهنكسب اي حد، دي فرصتك الاخيره اللي فاضلين 39 لاعب كل اثنين هيبقوا سوا وهيبقى في شخص بطوله وغالبا هيكون الراجل الكبار اللي هناك ده، وطبعا لما هيفضل لوحده هيقتلوه وحتى لو خدته معاك هيخسرك. ولكن سيونج ما بيهونش عليه يسيب عم شكشك لوحده وفعلا بيروح له بيقول له قبل ما نكون فريق سوا انا عارف انك هتجيب اجلي بس اعمل ايه القلب اللي عايز ضربه بالشبشب. بينتهي الوقت وبيكونوا في طريقهم لساحه اللعب واللي بتفضل لوحدها هان بنت التعبان. الحرس بياخدوها ويخشوا جوه وكل واحد بياخد زميله في الفريق وبيخرجوا على ارضيه الملعب وكل واحد فيهم بيشجع التاني انهم لازم يكسبوا الخصم مهما كان الثمن. وعم شكشك بيهزر مع سيونغ وبيقول له زمان انا كنت عايش في منطقه زي دي، بيقول له بجد وانا كمان. بيفضلوا يفتكروا الذكريات وبيكونوا هما الاثنين في منتهى السعاده. بيبداوا يندهوا عليهم وبيقولوا لهم تعليمات اللعبه، بيقولوا لهم خد الاكياس من الحرس كل واحد بياخد كيس بيكون فيه 10 بليات، بيقولوا لهم يا ريت تعدوا البليات كويس. مهمتك بقى يا برنس منك ليه تلعب مع زميلك في الفريق اللعبه اللي تريحك وتاخد منه البليات بتوعه من غير اي عنف، وبكده انت اللي هتكسب وزميلك اللي معاك في الفريق هو اللي هيخسر. ولك ان تتخيل يا صديقي كميه الصدمه دي اللي واخد اعز اصدقائه واللي واخد اقرب شخص لقلبه واللي واخد مراته واللي واخد عم شكشك علشان صعبان عليه واللي خدت الفرفوره علشان بتحبها قوي واللي واخد علي علشان يشكل فريق قوي. صدمه بمعنى الكلمه يا صديقي. عم شكشك بيسمع الكلام ده وبيخرف، لا بيخرف بجد يا صديقي. بيقول له بيتي انا بيتي كان هنا وبيفضل يمشي في المكان. سيونغ بيقول له على فين يا شكشك خد تعالى هنا وبيفضل يلف وراه. وسانغ بيقول له علي انت ما لعبتش اللعبه دي قبل كده صح؟ بيقول له لا ما لعبتهاش. بيقول له انا هفهمك القواعد، انت هتتوقع البليات اللي في ايدي مجوز ولا فردي وهتراهن بعدد معين من البليات اللي معاه، لو جاوبت صح على البليات اللي في ايدي هيبقى انت اللي كسبت ولو جاوبت غلط هيبقى انا اللي كسبت. وفعلا علي بيفضل يلعب معاه وهو الغريب انه بيكسب يا صديقي وبياخد اغلب البليات اللي معاه. وعم شكشك لسه بيخرف وبيقول انا لازم اوصل بيتي. وسيونغ بيقول له يا عم احنا لازم نلعب دلوقتي والا هنموت. بيقول له نلعب ايه يا ابني مش عيب تلعب مع واحد قد ابوك؟ سيونغ بيروح للحرس وبيقول له الراجل اللي معايا خرف المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ ما بيردش عليه. بيرجع تاني وبيقول له شكشك ركز معايا. بيقول له ركز فين يا ابني انا عايز ارجع بيتي لمراتي وابني. بيقول له الله يخرب بيتك على بيت مراتك على بيت ابنك على اليوم اللي شفتك فيه. بيقول له اهدى يا ابني خلاص هلعبك ده انت زي ابني برضه. والبلطجي جانغ الشخص اللي اختاره بيكسبه وبياخد منه نص البليات اللي معاه وعلي بياخد كل البليات اللي مع سانغ وسانغ ما بيكونش فاضل معاه غير بليه واحده. بينصدم وبيقول لعلي انت بتغشني قلت انك ما بتعرفش تلعب وطلعت حريف وخسرتني كل اللي معايا. هو بيكون خلاص هيضربه ولكن الحارس بيرفع عليه سلاح. بيقول له خلاص انا اسف يا علي انا كنت فاهمك غلط يا اخويا بس انا عايزك تسمعني انا مش هينفع اموت لو مت عيلتي كلهم هيموتوا من بعدي. بيقول له وانا عندي عيله كمان وهيموتوا من بعدي. بيقول له طيب بص هو في حل ان احنا الاثنين نخرج من هنا، انت هتخلي معاك البليات كلهم وهنفضل نلف احنا الاثنين علشان نلاعب ناس تانية. احنا هنداري البليات دلوقتي علشان الحارس ما ياخدش باله والبليات هيفضلوا مع واحد فينا وهنفضل نلف احنا الاثنين وندور على فريق تاني نلعبه وبكده هنكسب احنا الاثنين. وكمان يا سيدي خلي معاك كيس البليات اهو وقبل ما الوقت ينتهي ب3 دقايق هنرجع نتجمع تاني في نفس المكان. خلاص يا علي؟ بيقول له تمام. وفعلا بياخد كيس البليات وبيتفرقوا هما الاثنين ولكن يا صديقي هو بيكون نصب عليه. بيروح يسلم الكيس للحارس وبيقول له دول 20 بليه 10 بتوعي و10 بتوع زميلي. وعلي لسه بيلف بالكيس بتاعه وجانغ بيحفر حفره مع زميله واللي البليه بتاعته هتدخل الحفره هيكسب كل البليات اللي في الارض. بيفضلوا يلعبوا وجانغ بيرمي اخر بليه معاه بتيجي جنب الحفره وبتقع. بيجي الدور على زميله في الفريق وبرضه هو بيكون معاه اخر بليه بيرميها وبتكون خلاص هتخش
ولكن بتخبط في حته زلطه بتغير مسارها وبتخبط في بيلي جانج بتدخلها الحفره، وبكده جانج هو اللي بيكسب. وساي لسه ما بداتش اللعب مع الفرفوره اللي معاها، فبيقرروا هما الاثنين يلعبوا حيطه. ساي بترمي اول بليه، ولكن البنت اللي معاها بتقول لها انا مستسلمه. بتقول لها انت بتقولي ايه؟ لا هتلعبي معايا. بتقول لها العب مين؟ انت ليك هدف تخرجي من هنا علشانه. انا ماليش، انا جايه هنا اصلا علشان اموت، لا معايا عيله ولا اهل ولا اصحاب، عشت وحيده وخلاص عايزه اموت. خد البليات بتوعي وامشي. ما بيكونش فاضل غير 3 دقايق وعلي بيفضل يدور على سانج، وبيرجع تاني للمكان اللي كانوا فيه. بيكتشف ان سانج خد البليات كلهم واداله كيس طوب صغير. بينصدم في صاحبه وهو بيكون في منتهى الحزن عليه، والحارس بلا رحمه بيخبطه بطلقه. وساي بتاخد البليات وبتدي ظهرها للبنت اللي معاها في الفريق، والاثنين بيكونوا في منتهى الحزن. الحارس بيخبطها بطلقه وساي بتسلم البليات وهي اللي بتكسب. وسيونغ بيكون لسه بيلعب مع عم شكشك، وعم شكشك بيكون مخسره كل اللي معاه، ولكن سيونغ بيشغل دماغه وبيستغل تخريفه. بيقول له كام اللي في ايدي؟ بيقول له فردي. بيكون جوابه صح، ولكن سيونغ بيقول له انت خسرت، انت قلت مجوز ودول طلعوا فردي. هو بيستمر في النصب عليه لحد ما بياخد كل البليات اللي معاه. هو بيكون في منتهى الحزن من اللي بيعمله. عم شكشك بيقول له انا مش معايا تاني وعايز العب شويه تاني معاه. بيقول له انا اسف مش هينفع. هو بيسيبه يمشي. بيقول له استنى انا معايا واحده كمان. سيونغ بيعد البليات اللي معاه بيلاقيهم 19 واحده. بيبص على عم شكشك بيلاقي سابه ومشي، وبيرجع يلف تاني في المكان. بيقول له استنى احنا لازم نلعب تاني. بيقول له انا لازم الاقي بيتي. اهو لقيت بيتي. هو بيخش في المكان ده. سيونغ بيقول له ابوس ايدك مفيش وقت، انت لازم تلعبني مره كمان. بيقول له هلعبك بس هلعبك على كل اللي معايا وانت هتلاعبني على كل اللي معاه. بيقول له ازاي يعني؟ ازاي العبك ب 19 بليه قصاد بليه واحده؟ ده مش عدل. بيقول له عدل انك تغشني وتاخد كل البليات اللي معايا بالزور. سيونغ بينصدم وبيفضل يعيط قدامه، وعم شكشك بيمسك له ايديه وبيقول له خد مش خساره فيك، بسببك قضيت اجمل ايام حياتي هنا قبل ما اموت. وبياخده بالحضن. سيونغ بيفضل يعيط وهو بيكون في منتهى الحزن. بيسيبه ويمشي وبيقول له ولا هتوحشني. بيكمل طريقه والحارس بيخبط العجوز بطلقه. بيرجعوا العنبر وبيكونوا كلهم في منتهى الحزن، ومره واحده بيلاقي قدامهم هان لسه صاحيه من النوم. كلهم بينصدموا. بتقول لهم ما لقيتش شريك فكسبت مجانا. بعدها بيجي تليفون للقائد الاعلى بيبلغوه بوصول الشخصيات المهمه. بيقفل التليفون وبيبدا يدور على الضابط اللي هربان في المكان. بينزل النفق بيلاقي محفظه الضابط وبيعرف هو مين، ولكن ما بيعرفش يمسكه. واخيرا الشخصيات المهمه بتحضر وكل واحد فيهم لابس قناع شكل بيكون مصنع من الذهب. في الوقت ده القائد الاعلى بيروح للمضيف وبيقول له الشخصيات المهمه وصلت يا فندم. بيقلع القناع وبيقول له قول لهم مشغول واستقبلهم بدل مني. وفعلا القائد الاعلى بيروح يستقبلهم. بيقول له فين المضيف؟ بيقول لهم في كم مشكله بيحلهم. بيستقبلهم في مكان استغفر الله العظيم يا صديقي مش هتكلم في تفاصيل لان فيها كميه مناظر ما ينفعش تشوفها يا صديقي. المهم بيجهزوا اللعيبه للعبه الجديده وبيوقفوهم قدام تيشيرتات مرقمه، وكل لاعب له انه يختار الرقم اللي يريحه. كلهم بيجروا على الارقام اللي في النص، وسيونغ بيكون في منتهى الحيره. بيجري على الارقام الاولى ولكن بيلاقي اللعيبه خطفت التيشيرتات وما بيسيبوش غير تيشيرت رقم 1 ورقم 16. بيقول في دماغه لو كانت اللعبه سهله هاخد رقم 1 وان كانت خطيره فانا لازم اخد رقم 16 علشان اشوف هم هيلعبوا ازاي واحط خطتي. بيفضل محتار ولكن في النهايه بياخد رقم 16 واللي وراه بياخد رقم 1. بيدخلوا اللعبه اللي بتكون في منتهى الخطوره. اللعبه عباره عن جسر ومطلوب من اللعيبه يعدوا الجسر ده في 16 دقيقه، ولكن الازاز بيكون فيه ازاز مضروب وازاز اصلي. فيه ازاز يستحمل اللاعب وفيه مربع بمجرد ما يدوس عليه اللاعب بينزل به لتحت. وطبعا هيبداوا برقم 1. بيعدي رقم 1 بيدوس على اول بلاطه سليمه، بيدوس على الثانيه بتتكسر وبتنزل به لتحت، ويا ويحا من الرعب اللي بيلبسهم. رقم 2 بتكمل وراه بتدوس على واحده جديده والثانيه بتنكسر بتنزل بيها لتحت. بيخش رقم 3 بيكمل وراها بينط واحده 2 3 والرابعه بتنزل به لتحت. بيخش اللي بعده ولكن بيكون الناس اللي قبله داس على انهي بلاط بالظبط. بيقول لها ما تعرفيش يا خالتي اللي قبلي داس على انهي بلاط؟ بتقول له داس على الشمال يا ابني. بيخطي على الشمال البلاطه بتاخده وبتنزل به لتحت. بتقول له ما انا قلت لك يمين يا ابني. في الوقت ده واحد من الناس الفي اي بي بيعجب بالشخص اللي بيقدم لهم مشاريب. بيقول له ولا انت عينيك جامدين قوي، انا عايزك معايا 5 دقايق وهديك فلوس تعيشك الباقي من عمرك ملك. بيمسك ايديه وبيقول له مش هنا تعالى بينا جوه. بياخده جوه وبيقول له اقلع القناع. بيقلع القناع وبيطلع هو الضابط اللي بيدور عليه القائد الاعلى. بيرفع عليه السلاح وبيقول له ال5 دقايق دول هتحكي لي عنهم كل حاجه تخص اللعبه، وبيبدا يصوره وهو بيتكلم. في الوقت ده بيكون الدور جه على جانج هو بيقول لهم انا مش هتحرك من هنا، اللي عايز يمشي يمشي قدامي. فبتيجي هان بتقول له انا همشي قدامك. بتضحك عليه وبتاخده بالحضن وبتقول له انا مش وعدتك لو خنتني هقتلك؟ على فكره علبه السجاير كانت افضل منك في الحمام. وبتاخده وبتنزل به لتحت، والناس الفي اي بي بيكونوا في قمه المتعه. بيجي الدور على الشخص ده بيقول لهم انا كنت شغال في مصنع ازاز واعرف افرق بين البلاطه الاصليه والبلاطه المغشوشه. وفعلا بيعدي اول واحده والثانيه وبيكونوا واقفين على البلاطه الاخيره. في الوقت ده القائد الاعلى بيشوف ان في حاجه غلط، فبيفتح ملفه وبيعرف انه كان شغال في مصنع ازاز، فبيفصل له الاضاءه علشان ما يعرفش يفرق بين الازاز. والراجل بيقول لهم انا عندي حل تاني، محتاج اي حاجه اخبط بيها على الازاز. سيونغ بيديله بليه الحاجه الوحيده اللي كانت من ريحه عم شكشك، بيخبط بيها الازاز. بيقول لهم انا محتاج واحده تاني علشان اتاكد. سيونغ بيقول لهم انا مش معايا تاني، والوقت ما بيكونش في صالحهم. سانغ بيقول له عدي. الراجل بيكون خايف فبيزحوا على المربع بياخده وبينزل بيه لتحت، والوقت بيكون خلاص هينتهي ولكن بيعدوا في اللحظات الاخيره كلهم. الوقت بينتهي والازاز كله بينفجر ومن قوه الانفجار بيعورهم كلهم. ما بيكونش فاضل غير ساي وسانغ وسيونغ، والظابط بيقتل الراجل الفي اي بي وبيهرب. القائد الاعلى بيعرف بيقلب الدنيا على الظابط وبيكتشف ان في انبوبه اكسجين اختفت، فبيعرف ان الظابط هرب من النفق ونزل البحر. بيخرجوا وراه بمركب هو بيفضلوا يدوروا عليه، والظابط بيكون خرج على الشاطئ. بيخرجوا وراه وهو بيستخبى منهم وبيبعت المعلومات اللي جمعها كلها للقائد بتاعه، ولكن الحرس
بيعرفوا مكانه بيفضلوا يجروا وراه وهو بيفضل يجري منهم لحد ما بيلاقي اخر الطريق بحر. الحرس بيرفعوا عليه سلاح وهو بيقول لهم سلموا نفسكم انا شرطه. بيجي له القائد الاعلى وبيقول له مسدسك فيه طلقه واحده، يا ترى هتقتلنا كلنا بيها؟ بيقول له لا هقتلك انت بس. بيقول له ليه الموت؟ سلمني التليفون وتعالى معايا وهسيبك تعيش. فبيخبطوا طلقه في كتفه. الحرس بيكونوا هيضربوه ولكن القائد الاعلى بيقول لهم محدش يضرب. بيرفع جسمه وبيبدا يقلع القناع. الظابط بينصدم لان القائد الاعلى يبقى هو اخوه اللي جه مخصوص علشان يدور عليه. بيقول له تعالى معايا تعالى معايا وانسى العالم اللي بره. بيقول له انا مستحيل ابيع نفسي واعمل زيك. فبيرفع عليه سلاح وبيقتل اخوه بلا رحمه. في الوقت ده الثلاثه اللي كسبوا بيلبسوهم بدل، هو بيقدم لهم وليمه محترمه علشان مجهودهم اللي بذلوه والمجهود اللي هيبذلوه في اللعبه الاخيره. بياكلوا بكل غباء والمشكله ان اللحمه اللي بينهجوا فيها مش مستويه يا صديقي، ولكن سي ما بتاكلش كويس وسيونغ بياخد باله منها. بيخلصوا اكل وكل واحد فيهم بياخد سكينه علشان يدافع بيها عن نفسه. بيرجعوا تاني العنبر اللي ما بيكونش فيه غير 3 سراير وبس، وفضيت علينا الدار والكفته والممبار. سي بتكون تعبانه جدا وسيونغ بياخد بعضه وبيروح لها. بترفع عليه سكينه بيقول لها اهدي. بيقعد جنبها بيقول لها انت متعوره صح؟ بتقول له انا كويسه مفيش حاجه. بيقول لها كدابه انا متاكد انك متعوره، خليكي معايا اللعبه الجايه وهنقسم الفلوس انا وانت بالنص. بيبصوا لحصاله الفلوس اللي بتكون شايله 45 مليار وان. بتقول له وعدني لو كسبت تخلي بالك من اخويا. بيقول لها هس. بيركز مع سانغ اللي بيكون نام والسلاح وقع من ايده. بيروح علشان يقتله ولكن سي بتقع على جنبها فبيرجع لها تاني. بيفتح البدله اللي هي لابساها بيلاقيها متعوره تعويره كبيره ونزف الدم كتير من بطنها. بتفقد الوعي فبيروح جري يخبط على الحرس. بيفضل يخبط ولكن محدش بيرد عليه. ومره واحده بيلاقي الحرس داخلين بصندوق. بيبص على سي بيلاقي سانغ هجم عليها وقتلها. بيجري عليها ولكن بيكون فات الاوان. بيبص على سانغ هو بيكون خلاص هيهجم عليه ولكن الحرس بيبعدوه وبيثبتوه مكانه. واخيرا بتبدا اللعبه الاخيره وهي لعبه الحباره صديقي. بيعملوا جرعه بالعمله وبيخيروهم مثلث ولا مربع. سيونغ بيختار مثلث. الحارس بيلف العمله في الهواء وبتطلع فعلا مثلث. بيقول له هتختار ايه الهجوم ولا الدفاع؟ بيقول له هختار الهجوم. بيخرجوا على ارضيه الملعب والناس الفي اي بي بيكونوا واقفين ومتحمسين للي هيحصل. بيقولوا لهم قواعد اللعبه اللي هم اصلا حافظينها لانها كانت لعبتهم المفضله وهم صغيرين، كانوا بيلعبوها هما الاثنين سوا. خلينا صديقي اشرح لك قواعد اللعبه. اللعبه عباره عن مهاجم ومدافع. اول حاجه المهاجم بيخش رسمه الحبار ومهمته يتخطى المدافع اللي هو سيونغ ويروح يقف على راس الحبار. والقائد الاعلى بيقول للناس الفي اي بي بيقول لهم كالعاده اللعبه مباح فيها تزيح المدافع وتعدي منه، والمدافع مهمته يدافع ويخرج المهاجم بره الرسمه، ولكن عندنا مفيش حدود، مباح للاثنين يعملوا اي حاجه في بعض. وفعلا بتبدا اللعبه وسيونغ بيخش الدايره وسانغ بيرفع عليه السلاح ولكن سيونغ بيضربه بالرمله في وشه بيعميه. هو بيقول له زي ما قتلت سي علشان الفلوس انا كمان هقتلك وهاخد الفلوس منك. بيقول له انت اللي غبي، انا لو سبتك تنقذها كنت انتوا الاثنين هتستسلموا وهنمشي من غير الفلوس، وانت عارف ايه ظروفنا وقد ايه محتاجين للفلوس دي بره. على الاقل لو واحد فينا خرج هينقذ اهل التاني. بيقول له انت مجرم واهلك ابرياء منا. الاثنين بينزلوا تخبيط في بعض والاثنين بيكونوا في نفس المستوى. لا سيونغ قادر يعدي ولا سانغ قادر يخرجه بره الدايره. سانغ بيمسك السكينه وبيبدا يشرح فيه. بينيمه على الارض وبيكون خلاص هيقتله ولكن سيونغ بيصد الضربه بايديه وبيخبطه بيقلبه الناحيه الثانيه. بينزل في وشه تخبيط بيرفع السكينه عليه وبيكون خلاص هيقتله ولكن بينزلها على الارض وما بيرضاش يقتله. هو بيسيبه بيكون رايح على راس الحبار والحارس بيرفع السلاح على سانغ وسيونغ بيكون خلاص هيخرج ويكسب ولكن ما بيرضاش يخرج وبيرجع تاني لصاحبه. الكل بيستغرب وسيونغ بيقول للحارس انا عايز استسلم ما تقتلهوش. الكل بينصدم وبيقول له ازاي هيستغنى عن الجايزه بتاعته. بيقول لسانغ يلا بينا نمشي من هنا يا صاحبي. بيقول له انا اسف وبيمسك السكينه وبيقتل نفسه. سيونغ بينصدم وبيكون في منتهى الحزن. واخيرا بتنتهي الالعاب وسيونغ بيكسب الجايزه. بيرموهم العربيه وبيكونوا حاطين فيزة الحساب اللي فيها الفلوس في بقه. بيخرجها وبيخش على الاي تي ام بيسحب 10000 وان وبيكون اللي باقي في الحساب 45 مليار وان وارقام كتير جنب المليارات دي. سيونغ بيرجع بيته وهو في الطريق بيروح لام سانغ بتديله سمك وبتقول له امك بقى لها يومين مختفيه. بيروح البيت جري بيلاقي امه مرميه على الارض. لا مش نايمه دي ميته يا صديقي. سيونغ بيتحطم اكتر ما هو محطم وبيعيش اسوأ فترات حياته. مدير البنك بيتصل بيه بيقول له بقالك كتير حاطط فلوسك عندنا وما اتصلتش يا فندم. بيقول له ايوه يعني عايز ايه؟ بيقول له في استثمار لرجال الاعمال الكبار اللي زي حضرتك. بيقول له مش عايز حاجه ممكن تسلفني 10000 وان. الراجل بيستغرب وبيديله الفلوس بيسيبه ويمشي وبيروح يسكر كالعاده. بتجيله ست كبيره وبتديله ورده من اللي معاها. بيمسك الورده بيلاقي فيها كارت مكتوب فيه مستنيك الساعه 11 ونص في مبنى سكاي الدور السابع. بيروح جري على هناك ما بيكونش مركز ويا ريته مركز يا صديقي. بيلاقي عم شكشك قدامه بيقول له انت ازاي مين انت هو انت السبب في كل اللي حصل؟ بيقول له تعالى نلعب لعبه اخيره تراهن ان الراجل الغلبان ده هيموت من البرد ومش هيلاقي حد يساعده. بيقول له جاوبني انت اللي عملت المصايب دي كلها انت اللي خططت للالعاب دي انا هقتلك دلوقتي حالا. بيقول له لو قتلتني مش هتلاقي حد يجاوبك اصبر والعب معايا لعبه اخيره. بيصبر لحد الساعه 12 وفعلا ما فيش حد بيجي يساعد الراجل. بيقول له كل اللي عشناه سوا كان كذب. بيقول له انا ما كدبتش عليك في حاجه كل الحكايه اني كنت عايش في بيت بسيط ولكن مراتي وابني ماتوا من بعدهم ما كانش ليا متعه في الحياه غير الفلوس. عملت فلوس كتير والفلوس بتجيب فلوس والمشاريع بتكتر والشركات بتكبر والفلوس كل يوم بتزيد بشكل مهول. تفتكر ايه متعه الفلوس؟ مهما تاكل مهما تشرب مهما تسافر هتمل وكل ده اعتيادي. فكرنا انا وشركائي هنعمل حاجه ما حصلتش قبل كده. فكرنا في الالعاب دي علشان نستمتع. بيقول له يعني انتوا عملتوا كل ده علشان المتعه قتلتوا الناس دي كلها علشان تستمتعوا مش اكتر. بيقول له ما تنساش ان كل واحد فيكم كان بإرادته وحتى لما كنت انا الشخص الفاصل
اخترت امشيكم وانتوا رجعتوا تاني بكامل ارادتكم. بيقول له ليه كنت مزروع وسطنا؟ ليه ما كنتش مع الناس الفي اي بي؟ بيقول له وانا طفل كنت بلعب الالعاب دي وسط زمايلي، احساس طفولي ممتع مستحيل يتكرر، فقررت اكون وسطكم علشان اعيش نفس الاحساس تاني. بيقول له بما انك كنت مستمتع ليه سبتني اعيش وخرجت انت من اللعبه؟ بيقول له لاني عشت الاحساس ده كله معاك، كنت ضلي وصاحبي وكل اللي عشته كان بفضلك انت. خدها مني نصيحه، الفلوس دي من حقك، تعبك وجزاتك على مجهودك اللي بذلته. افتكر اني ما اجبرتش حد على حاجه، وعيش بالفلوس بتاعتك. وبيتكل على الله يموت. بيمشي من عنده بيروح يحلق ويغير لون شعره، بعدها بيروح لاخو ساي بيديله نصيبها في الفلوس، وبيروح لام صاحبه سانغ وبيديها حق ابنها، وهو بيصرف شويه على نفسه. وهو نازل من المترو بيلاقي نفس الشخص اللي جره على اللعبه بيجر غيره، بيروح جري هناك ولكن ما بيحصلهوش، بياخد الكارت من الشخص وبيقول له اياك تروح هناك. هو بيقرر يسيب البلد ويسافر على اي بلد تانية. وهنا بينتهي المسلسل. لا بجد انا تعبت يا صديقي، وعارف انك هتعمل الواجب معايا وزياده. لايك للفيديو وشير لصاحبك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وخش خد لفه في القناه واكيد هتلاقي فيديوهات تانية تعجبك. هشوفك الفيديو الجاي يا قمر.